مرحبا أصدقائي. وصفتنا لليوم وصفة معكرونة تتضمن الدجاج والفطر والبشاميل والجبنة. وخلينا نروح نشوف المكونات. مكونات هالوصفة أصدقائي: بدنا معكرونة أي نوع بتحبوه، أنا جبت النوع البينة. بدنا شي 400 غرام صدر دجاج أنا قطعته مسبقا بشكل طولي. بدنا جبنة مقدار 200 ل 250 غرام، كمية انتو بتحبوها. هون أنا عندي كمان فطر تقريبا 280 غرام ل 300 غرام، بتقدروا تجيبوا بتحبوا نوع الفريش أو بتحبوا نوع المعلب. أنا جبت النوع المعلب. لتر حليب، عندي 250 مليلتر كريمة طبخ، دي ربع معلقة بهار أبيض، نص معلقة ثوم بودرة، معلقة ملح، وعندي ربع معلقة جوز الطيب. عندي 3 ملاعق كبار طحين تعدد الاستعمالات. بدنا بصلتين، بدنا زبدة تقريبا ل 60-70 غرام. أول شي بنسلق المعكرونة. بتجيب طنجرة، تفضي لتر مي، بنضيف معلقة زيت، نضيف نص معلقة ملح. طبعا أصدقائي حطيت شوية زيت نباتي وحطيت نص معلقة ملح. طبعا يا اما بستنى المي تسخن او لازم تكون المي تبعتي سخنة. وهلا مثل ما شايفين بلشت راح تغلي، راح افضي المعكرونة، راح اغطي عليها وراح اضيفها 10 دقايق تغلي. هلا أصدقائي لبين ما تنسلق عندي المعكرونة راح اشوح الفطر. راح ابلش اول شي بالفطر، شوية زيت، افضي الفطر، نعمل لها تحريكة. أصدقائي لتشويح الفطر لازم تكون الحرارة عالية، خاصة إذا كان الفطر فريش. أصدقائي بنضل نشوح فيهم لبين ما ياخدوا اللون. أصدقائي استوت عندي المعكرونة وشلتها حطيتها على طرف، والفطر كمان صار عندي جاهز. هذا هو اللون اللي بدي إياه. شوفوا أصدقائي، هلا راح أشيله على طرف. أصدقائي هلا بدي أحمص الدجاج. حط شوية زيت وأفضي قطع الدجاج، أعمل لهم تحريكة. هلا أصدقائي لبين ما يتشوح عندي الدجاج راح أقطم البصل بهالشكل هذا. هون هلا أول ما بلش الدجاج ياخد لون راح أعمل هيك فراغ في النص، راح أنزل البصل بالنص، راح أنزل زبدة. الزبدة كمان مشان تطري الدجاج. راح أنزل البصل فوق، نعمل لهم تحريكة. شغلة 2-3 بنحمص فيهم وبنخلط البصل بالدجاج. ما بننسى نضيف لهم كمان نص معلقة ملح. نعمل لهم تحريكة. هلا بعد ما راح دقيقتين تقريبا أصدقائي هلا نخلط الدجاج مع البصل. بعد ما راح دقيقتين أصدقائي راح أفضي الفطر فوق، راح أرش عليهم رشة أوريجانو أو زعتر أخضر. راح أعمل لهم تحريكة وراح أضيفهم كمان شوية دقيقة على النار وأحطهم على جنب. هلا أصدقائي بنيجي نحضر صلصة البشاميل. بدنا زبدة 75 غرام وبنحط فوقها 3 ملاعق طحين. لازم ننخل الطحين قبل ما نضيفه عشان ما يصير تكتلات بالصلصة البشاميل ونحن عم نطبخها. ونحرك فيها أصدقائي. طبعا أصدقائي بنطبخ الطحين مع الزبدة دقيقتين، بعدين بنوطي على النار وبعدين بنفضي الحليب.
لازم نضيف الحليب يا اما دفعه واحده ونضل نحرك فيها لنحصل على قوام البشاميل، او دفعات ونضل نحرك مشان ما يصير عندنا تكتلات. والحليب ما لازم يكون بارد، لازم يكون بحراره المطبخ. بسم الله. شوفوا اصدقائي انا عملتها على دفعات، رح اضل احرك فيها هلا لبين ما تروح التكتلات. طبعا اصدقائي هلا هيك بلش تروح التكتلات، بلش الطحين يفتح. رح ارجع اضيف كمية حليب، برجع احرك. رح نضيف كل كمية الحليب. بنعلي على النار وبنضل نحرك فيها من شوي لبين ما يتقل عندي قوام البشاميل وتبلش تدخل بمرحلة الغليان، وبنضيف باقي المكونات. رح نضيف جوز الطيب مقدار ربع معلقة. رح نضيف بهار أبيض مقدار نص معلقة، هاي إضافة من عندي. رح أضيف نص معلقة ثوم بودرة. ورح نضيف الملح طبعا. رح نعمل تحريكة بالأول. هضيف نص معلقة ملح ونحركها. أصدقائي بعد ما ضفت التوابل والملح مشان نعزز النكهة أنا بدي أضيف عليها كريمة طبخ. هاي اختيارية أصدقائي، بس لتعطي طيابة أكثر للطعم بفضل تضيفوا عليها، وإذا ما في ما بيأثر. هلا أصدقائي معطيها غلبة دقيقتين مع بعض الكريمة مع البشاميل ومنطفي تحتها. هلا أصدقائي بعد ما صارت عنا صلصة البشاميل جاهزة، هدول بعد ما استووا حطيناهم على طرف، أكيد راح يكونوا بردوا شوي. والمعكرونة بعد ما استوت حطيناها كمان على طرف، أكيد باردة. راح نعمل تقليبة مع بعض. هلا بنفضي المعكرونة فوق، بنحرك شوي. نعطيها تقليبة منيحة أصدقائي ولبين ما تسخن عنا مظبوط. طاحت ريحتها أصدقائي. أنا بعتقد هيك فينا نقدر ناكلها هيك بتكون جاهزة كمان للأكل، بدون صلصة بدون جبنة بدون شيء. هلا بنفضيها بالبايركس أصدقائي. بوزعها توزيع كويس. هلا بنفضي صلصة البشاميل أصدقائي، نحط عليها جبنة أصدقائي. هلا الجبنة بتحطوا، تريدوا تحطوا موزاريلا، تريدوا تحطوا أشقوان، بس يفضل تحطوا عليها جبنة تسيح. نوزع عليها الجبنة بشكل منيح. هلا أصدقائي بعد ما غطينا فوقها بالجبنة، طبعا أصدقائي رح نحطها بالفرن على درجة حرارة 220. شغلت عليها بس من فوق، طبعا تركتها بس 5 دقايق، طلعتها وهي هي النتيجة. وهلا رح ندوق. شوفوا على قوام أصدقائي، شوفوا على قوام الجبنة. بسم الله. كتير طيبة أصدقائي، بنصحكم تجربوها، وإذا جربتوها لا تنسونا من الدعم والمشاركة والإعجاب. نشوفكم في فيديو جديد.